أشرف حكيمي يلقن المنتخب التونسي درس قاسي. طيب في البداية كده بسم الله الرحمن الرحيم. وكان في مباراة امبارح ودية ما بين المنتخب المغربي والمنتخب التونسي. المباراة دي كانت ودية ولكن بنكهة كده نقول بنكهة رسمية يعني. ما تيجي تتكلم النهارده تقول المنتخب المغربي بيلعب المنتخب التونسي، يعني بتتكلم في اتنين شمال افريقيا، يعني بتتكلم في ديربي. كانت مباراة قوية ولكن كان في تصريحات كتيرة جدا قبل المباراة عن ان المنتخب التونسي بيقول لنفسه ان هو منتخب قوي. معاك يا عم، انت منتخب قوي ما حدش يقدر ينكر، المنتخب التونسي من المنتخبات القويه مفيش مشكله نهائيا. ولكن النهارده لما تيجي تقارن نفسك بالمنتخب المغربي، لا فرمل شويه، فرمل. قول انا كده غلطان، قول انا كده يعني معلش انا جايب كده حاجه بقولها بستفز. طب وتستفزه ليه؟ تطلع ال الاسد اللي جواه ليه؟ بتطلع النهارده قوته اللي هو اصلا بيقول ده بخليها شويه في كاس افريقيا القادم. لا انت قلت لازم اطلع اللي جواك، طلعت اللي جواك، استحمل. النهارده استحمل اللي حصل لك. انت النهارده هدف لاشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان والمتوج اخيرا بلقب دوري ابطال اوروبا. انت بتتكلم في فرقه بيلعب فيها واحد في واخد دوري ابطال اوروبا، ما تفكرش انت بتلعب فرقه اي كلام يعني. النهارده هدف في الدقيقه 79، جه الفوز متاخر للمنتخب المغربي، معاك. صمد المنتخب التونسي فتره معاك ولكن مش هتصمد للاخر. يبقى ما تستفزنيش من الاول. ليه التصريحات وليه الهمجيه في التصريحات وليه الكلام وليه الاشتغالات وانت بتطمن جمهورك النهارده ان انت هتكسب المنتخب المغربي؟ لا، ما تخليك عقلاني شويه، خليك عقلاني وشوف الفرق ما بينك كمنتخب تونس مع كل الاحترام للمنتخب التونسي وما بينك وما بين المنتخب المغربي اللي وصل كرابع كاس عالم، وصل للدور قبل النهائي في كاس العالم واخد المركز الثالث في اولمبياد اللي فاتت وفوز على المنتخب المصري 6-0. لا انت النهارده بتتكلم على منتخب. اذا فانت عندنا مشكله كبيره جدا، وهي ان احنا المفروض نكون عارفين مستوانا ونتكلم على المنتخبات التانيه، ونتكلم ان احنا النهارده دي كره قدم. يعني النهارده مطلوب مني ان انا اعرف حجمي عشان اتكلم. حجمي ايه؟ اتكلم اهو. انما النهارده اجادل واقعد اتكلم واقول ان انا هكسب المنتخب التونسي، والمنتخب التونسي مش اقل من المنتخب المغربي. كل المنتخبات العربيه يا جماعه عشان ما نضحكش على بعض اقل من المنتخب المغربي. هو حد يقول لكم حاجه غير كده؟ ولكن فوز ايوب الكعبي عدى ال 35 هدف جميل جدا من ايوب الكعبي. يعني انت بتتكلم في كوره جميله جدا. تشوف شكل الكوره، شوف النهارده اتقانه ان هو يحط الكوره بشماله في الزاويه البعيده. انت بتتكلم يعني كره قدم يا جماعه. المنتخب المغربي ما حدش يستفزه تاني، المنتخب المغربي قوي. اوعى يخيل لك في وقت من الاوقات انك تستفز كره القدم المغربيه ايا كانت في اي منتخب. اوعى تستفز اي منتخب مغربي، هتشوف اللي يحصل لك، هتتغلب حتى لو انت قاعد قدام جونك طول المباراه، ولكن في النهايه ستهزم من المنتخب المغربي. واعتقد الرساله وصلت ان اي منتخب يسول لنفسه ان هو يطلع بتصريحات ويتكلم على كره القدم المغربيه او يتكلم ان هو احسن من المنتخب المغربي في افريقيا او في العرب بالكامل، ما يضحكش على نفسه. ودلوقتي في اوروبا كمان مفيش حد يقول لك النهارده المنتخب المغربي منتخب قليل. البرازيل لما تلعب المغرب مش هيقول عليهم قليل، دلوقتي خلاص عرفوا قوه المنتخب المغربي. ولكن في النهايه المنتخب المغربي يفوز على منتخب تونس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.